في ناس عمالة بتبعد عن حياتنا وفجأة كده مش عايزة ترد، اصل عايزين نتقابل، لا اصل انا مش فاضية، كتير اعذار بتكون بشكل مبالغ فيه وبشكل ملحوظ. هل بقى احنا فكرنا هو اللي بيحصل ده طبيعي ولا لا؟ اصل هو مش طبيعي، يعني مرة ماشي التانية ماشي، من واحد ماشي، لكن من واحد واتنين وتلاتة بيبعدوا عننا وبيخرجوا من حياتنا من غير حتى ما يقولوا اسباب. اكيد في سبب ورا ده، او اسباب ان احنا خايفين ان الناس دي تبعد عننا علشان ما نرجعش نكون لوحدنا تاني. فبالتالي بنلاقي احنا معاهم على طول كده في سيطرة وفي تحكم، مش عايزينهم يفلتوا لا كده ولا كده. او ان ممكن برضه لو انا بتصل بالتليفون وهي ما ردتش مرة او اتنين، ازاي يعني ما تردش عليا واعمل خناقة من ما فيش، برغم ان الناس دي من حقها ان انا تخرج دي مع غيري، مش شرط معايا انا بس. او ان هي ما تردش على التليفون، ده طبيعي وارد، هي ملهاش نفس ترد عليا او على اي حد، هي مش فاضية ترد، هي نايمة، هي اي عذر. من الاسباب برضو عدم التعاطف، اللي هو التعامل الجاف ده، عارفينه؟ اللي هو ايه، انا على فكرة تعبانة وزهقانة مثلا، او انا مخنوقة، او انا حصل لي مشكلة كذا كذا، انا سامعاها. انا بقى طبعا مش في مكانك، بس انا حاسة بيكي وحاسة يعني ايه الشعور ده، بيبقى صعب قوي. ده اسمه التعاطف. لا، بتلاقي في نو رياكشن، انا عمالة بتكلم واللي قدامي ساكت. طيب انا ممكن اكون بعيط، يعني الاقي اللي قدامي معلش، خلاص بقى ما تكبريش الموضوع، او خلاص يا عم بقى انت هتعمل لنا مناحة وتقعد هناك. وعدم التعاطف بيخلي الواحد بيندم ان هو كلمنا، وبالتالي مع الوقت هيحس الشخص ده ان هو لا، انا مش عايزه اتكلم مع الشخصيه دي تاني، لانها شخصيه جافه جامده، ما بتعرفش تتكلم بتعاطف، ما بتحسش باللي قدامها، جامده كده. في برضه الاسباب اللي قدامي بيحس دايما وبيلمس من كلامي ان انا مش حاسه بقيمه نفسي، ان انا دايما بقلل منها، ان انا دايما بتكلم على نفسي وحش. فاللي قدامي طبيعي هيتعامل معايا بنفس المنطلق ده. اذا كنت انت شايفه نفسك كده، او انت شايف نفسك وبتتكلم عليها وحش كده، مش عايزني انا اعمل كده معاك. اللوم والعتاب الكتير، هو العتاب حلو، بس العتاب في وقت معين وبقدر معين ولناس معينه، مش لاي حد. انا مش عمال على بطال، عمال على بطال اقعد اقول على فكره انت ما كلمتيش، على فكره انت كنتي اونلاين وما كلمتنيش، خنقه دي، انت بتجبرني ان انا اهتم بيك وانا مش عايز دلوقتي. فكتر الالحاح في الموضوع ده، طبعا هو طبيعي ان احنا نهتم ونعمل اللي قدامنا، نقول له لا اهتم بينا او كده، بس مش عمال على بطال. كتر الموضوع ده والزن ده بيخلي اللي قدامنا يتخنق وبيتحمل مسؤوليه فوق طاقته، ومسؤوليه مش مسؤوليته. انا مش ذنبي ان انت عطشان اهتمام فعايزني 24 ساعه افضل معاك على التليفون. نتكلم مع بعض مثلا في اليوم مثلا مره مرتين، نقعد مثلا ايه لو الناس مرتبطين نسال على بعض، وده طبيعي في اي ارتباط. لو اتنين صحاب مفيش مشكله، لو عدى يوم يومين ثلاثه ما اتكلمناش، لو اسبوع، كل واحد عنده مشاغله. التقليل، ان احنا بنقلل من مجهود اللي قدامنا، او بنقلل من احساس اللي قدامنا، او بنقلل منه هو شخصيا. لو انت غبي، انت ما بتفهمش حاجه، او مثلا ايه ده، انت خدتي الشغلانه دي مع انها اصلا ما كانتش، لا مش نافعالك، انت لا انت اقل من هي الشغلانه دي. او ان هو ايه ده، ايه ده، على فكره انت ما بتعرفيش تعملي حاجه اصلا، انت فاشله. كتر الحاجات، استخدام الالفاظ او استخدام اسلوب التقليل ده اسلوب وحش قوي، واسلوب فعلا مؤذي جدا نفسيا، وبيأثر على اللي قدامي بشكل سلبي. انا شايف مثلا اللي قدامي هو مش اهل او كفء للحاجه دي، ممكن اقول له بص، هو تمام انا معاك، بس من الاحسن ان يا ريت لو تشوف كذا، كلمة حلوة. او مثلا انا شايف ان اللي قدامي مثلا اللبس ده مش احسن حاجة عليه، بص هو اللبس ده لطيف بس من الافضل اللون هيبقى كذا، او الموديل ده هيبقى احلى على كذا. يعني الاول اتكلم بطريقة كويسة واقوله اللي انا عايزة اقوله له، يعني ما اقعدش طول الوقت انتقد باسلوب وحش، ومش طول الوقت انتقد اصلا، انا ماليش ان احكم على حد، وماليش ان انا اقعد افضل انتقد تصرفاته اللي قدامي 24 ساعة. مفيش حد هيحب يكون تحت التلسكوب على طول.